بكره احنا على موعد مع اهم ماتش في تاريخنا. يعني اهم ماتش منتخب مصر في التاريخ كله اصلا، مش اللي احنا شفناه بس، لا في التاريخ من اول لما المنتخب اتعمل، من اول كاس عالم، من اول سنه 1930. ده اهم ماتش لينا، ده ابعد حاجه وصلنا لها في كاس العالم، ان انت بتعدي دور مجموعات ودور اقصائي وبتوصل دور ال 16، طبعا عشان نظام جديد والمنتخبات اكتر. بكره انت هتلاعب احسن لاعب في التاريخ مع منتخبه اللي هو بطل العالم النسخه اللي فاتت. بكره انت على موعد كبير قوي، محتاج لعيبتك كلها تبقى في احسن مستوياتها، محتاج لعيبه بتركيز عالي جدا، محتاج كل حاجه في الكوره بكره، محتاج الحظ يبقى معاك ومحتاج التوفيق، وكل ده من عند ربنا ان شاء الله يبقى معانا. وفي نفس الوقت انت محتاج ما تألفش، وده هفضل اقولها كتير لان ياسر ابراهيم بالذات اكتر واحد بيألف، بس معانا من دي دلوقتي. محتاج كل حاجه معاك بكره، وان شاء الله ربنا يوفقنا ونعمل ماتش كبير، وان شاء الله ميسي ما يكونش في حالته بكره. وحرفيا ده تبقى اول مره انا ما اشجعش ميسي في حياتي واشجع اللي ضده، بس دي مصر بقى، هنعمل ايه؟ ما نقدرش. فبكره ان شاء الله احنا مع ماتش كبير. عندي ثقه في حسام حسن، عندي ثقه في لعيبه المنتخب، عندي ثقه في كل فرد سواء صحفي او جمهور او اي حد سافر من مصر لهناك او هو موجود هناك وقاعد بيتابع مع المنتخب وبيحضر الماتشات. عندي ثقه في كل حاجه موجوده هناك، وان شاء الله كده كده الواحد يتبسط بكره جامد بالمنتخب وباداء المنتخب، وان شاء الله خير يعني. فانت داخل بكره الماتش حاطط في دماغك 100 حاجه، منهم التشكيله هتبقى عامله ازاي، طب منظرنا في الملعب، طب نلعب خمسه وندافع، طب طريقه لعبنا تبقى عباره عن هجوم، طب هنوقف ميسي ازاي، طب هنعمل ايه. من رايي وده ابسط حاجه عندي، يعني حسام حسن عايزه يلعب بطريقته العاديه خالص، اللي احنا ما بتدافعش طول الماتش، لا انت بتهاجم عادي وبتلعب كوره عادي مهما كان المنتخب اللي قدامك، بتلعب عادي ما فيهاش اي حاجه. فانا نفسي المنتخب يلعب كوره حلوه مش اكتر. انت كده كده في فروقات، في فرق كبير في الكوره، في هناك ميسي انت ما عندكش ميسي، هم مستواهم اعلى منك، هم بيلعبوا في احسن دوريات العالم، هم بيلعبوا احسن كوره في الدنيا، انت بتلعب اغلب لاعبتنا في الدوري المصري. ففي فروقات، في فروقات، بس في الاول وفي الاخر هم 11 قصاد 11، هم 11 قصاد 11، مفيش فرق كبير ولا حاجه. في فروقات في الكوره، في فروقات، في فروقات في المستويات موجوده طبعا. في ميسي هناك ده الوحيد الفرق الكبير قوي، بس ده ميسي وانت بتلعبه هو كبير ومعجز، خلاص بقى لسه فيه كل حاجه، بس على الاقل مجهوده مش زي زمان. فانت تخش بكره تتحلى باهم حاجتين، رجولتك وتخلي نفسك شخصيه في الملعب. فالرجوله والشخصيه هيبقوا اهم حاجتين في الماتش، مفيش حاجه ثالثه. لان لو اتكلمنا على فني انت اقل فني، اتكلمنا على جوده لعيبه انت اقل في جوده اللعيبه في كل حاجه، دول ابطال العالم اخر نسخه. فانت محتاج تعمل ايه؟ انت محتاج تعمل اللي عليك وخلاص، من غير ما تكتر، من غير ما تالف. يا كابتن ياسر انت بالذات ما تالفش بالله عليك، لان انا زهقت من حوار التاليف ده. فالمنتخب بكره عايزه يبدا بالتشكيله العاديه خالص، بس هنغير حاجات بسيطه. طبعا مصطفى شوبير في حراسه المرمى ده ما فيهاش كلام، واحد من احسن حراس البطوله. مش مهم ان هو بيجي فيه جون كل ماتش، لا هو من احسن حراس البطوله وقدم مستويات عاليه قوي، واللي جوان اللي جت هو مش غلطان في ولا جون، لا عامل اللي عليه وزياده. باك يمين طبعا محمد هاني، محمد هاني اللي عامل بطوله كبيره قوي، والناس ما تفضلش تيجي عليه، خلاص احنا واصلين دور ال 16. محمد هاني عامل كل حاجه معانا في الكوره والله، عامل اداء كبير قوي، كل حاجه دفاعيا هجوميا بكل حاجه هو موجود. الغلطتين اللي غلطهم اي حد ممكن يغلطهم فما فيهاش حاجه. قلوب دفاع بقى دي المشكله. ياسر ابراهيم والله العظيم مش عشان اهلي وزمالك بس، ياسر ما يلعبش، ما ياسر ده مش مدافع اصلا، ياسر ده عليه شويه زعيق وخلاص، انما ككوره ما فيه. ياسر اخر ماتشين ثلاثه كل ماتش بيغلط نفس الغلطه، بيستلم الكوره في نص الملعب بتطول منه وخلاص ما تفهمش ليه، وتتقطع مننا، لولا ساتر ربنا كان زمانهم اجوان. فياسر لا ما يلعبش. رامي ربيعه كده كده اساسي، اجهز واحد دلوقتي موجود هو الواد حسام عبد المجيد جنب رامي ربيعه، ده لازم يبقى موجود. كرات عاليه هتلاقيه موجود، كرات على الارض اتطور فيها جامد، بس حسام في حته تاليف برضه مش زي ياسر طبعا، بس هو بيألف. حسام فاكر نفسه بيكهام اللي هو هباصها بين الخطوط، ولو في اتنين مهاجمين وفي وسطهم مثلا امام عاشور ظاهر لي هحاول ابصمم من ما بينهم وبتروح لواحد منهم في الاخر. فحسام لو هيلعب من غير تأليف وبيلعب اللي هو يعرفه وبيلعب العادي، لا يلعب عادي ما فيهاش اي حاجه. عندك باك شمال هيبقى كريم حافظ ان شاء الله، وانا هفضل عند رايي ان اي باك شمال هيبقى مفيد للمنتخب عن فتوح عليه.
يا فتوح مش هيديني 90 دقيقه، انما كريم هيديهمني عادي، وهيديهمني باداء حلو جامد كمان. فانا محتاج كريم حافظ. نص ملعبنا بقى يبقى مين؟ هيبقى مهند لاشين ومروان عطيه وما نألفش، دول اهم اتنين موجودين. دول اتنين كلنا كنا بنقعد نتكلم ان احنا دول بيلعبوا في الدوري المحلي مش هيسدوا قدام مش عارف مين، لا هم بيعملوا عليهم بزياده ومخلين نص ملعبك حلو وتقيل ما فيهاش اي حاجه. قدامهم هيبقى مين؟ امام عاشور، محمد صلاح، مرموش، وزيكو. هو يلعب بزيكو. بس الفكره بقى في ان احنا بنقعد نلعب في حته ايه؟ امام عاشور وزيكو دي اللي احنا بنحطهم على الاطراف. انا امام مش قادر استفيد منه على الاطراف، حتى لو جاب لي جون في ماتش بلجيكا وجون في ماتش استراليا. انا عايز امام في مركزه في نص الملعب قدام اللي هو صانع العاب. ده هيفيدنا اكتر. تسديدات هلاقيه موجود، اجوان هلاقيه موجود، اسيستات هلاقيه موجود، تحرك وحريه هلاقيه موجود، لان دي حتته. مش حتته على طرف من الاثنين، ومش طرف يمين حتى، انا احطه طرف شمال ماشي، انما انا بحطه يمين حتى عشان زيكو. فلا مش كده، مش للدرجات. ومرموش هو عليه تساؤلات كتير، وناس بتتكلم على مستواه ومستواه وما بيقدمش حاجه من اول البطوله، واناني وما بيبصيش وقراراته كلها غلط. بس والله ده لاعب ما ينفعش تطلعه بره الملعب. وانا براهن على مرموش من دلوقتي ان هو هيبقى مفاجاه البطوله، مفاجاه الماتش اقصد ده، وهيعمل ماتش كبير وهيسجل في الماتش ده جول او اتنين كمان ان شاء الله. فانا براهن على مرموش من دلوقتي. مرموش ما ينفعش يوديك، احنا ما عندناش حد ربعه في المستوى حتى هو وحش، فده ما ينفعش. ويا جماعه نقدر الفرق، احنا لاعيبتنا كانت كلها على بعضها في عز مستواهم، ما يجوش ربع لعيبه الارجنتين في اوسخ مستوى ليهم. يعني هم في اوسخ مستوى ليهم اعلى مننا برضه في الكوره، في فروقات كبيره قوي في الكوره. فالفوارق الفنيه كلها تصب في مصلحتهم هم. فانا على قد ما اقدر احاول ابدد الفوارق دي بان انا على قد ما اقدر احاول الكوره ما تفضلش معاهم كتير، واحاول اسبقهم في ان انا استخلص الكوره وارجعها. احاول على قد ما اقدر ان انا اهم واحد عندهم اللي هو ميسي ما وصلوش الكوره. احاول على قد ما اقدر اكون خشن في الالتحامات، ومش خشن ليه يعمل فاولات، لا خشن اللي هو ما بقاش يعني ناعم رقيق، لا خش جامد. هم اصلا لعبهم اغلبه اعتماد على القوه، فانا ليه ما اعتمدش عليها انا كمان؟ لا انا اعتمد على القوه زيهم، فاعتمد على قوتك برضه قصادهم. هي دي الحاجات اللي هتبدد الفروق ما بينك وما بينهم شويه، لان انت فني مش هتقدر، جوده لعيبه انت مش زيهم، فمش هتقدر على كده. الماتش ما تبقاش برضه من دفاعي بس، انا مش عايز ادافع، انا مش رايح العب ماتش في كاس العالم في دور ال 16 قصاد بطل العالم النسخه اللي قبلها عشان ابان مرعوب وقاعد بدافع شكلي يبقى وحش. ولو خسرت وانت قاعد بتدافع طول الماتش انت منظرك هيبقى زي الزفت، وهتلاقي الناس كلها بتضحك عليك. فاكر ماتشك مع السنغال افريقيا اللي فاتت لما طلعنا واحنا قاعدين ندافع طول الماتش؟ كل قاعد يضحك علينا، واحنا كلامنا على المنتخب كان وحش اصلا. فانت ما تدافعش وفي الاخر تخسر، حتى لو انت متقدم العب على المرتد، ما تفضلش بتدافع وتطفش الكوره وخلاص. حاول تخلي منظرك حلو قدام الناس، حاول ما يبقاش منظرك وحش. فاحنا ان شاء الله خير، ان شاء الله. الواحد مستني يا رب يا رب يا رب ادائنا يبقى حلو بكره ان شاء الله. كل الكلام اللي اتكلمنا فيه ده اهو يتطبق بكره ويبقى منظرنا حلو، وما نشوفش اللعيبه بتألف، وما نشوفش اي حاجه غريبه علينا، واللعيبه كلها تعرف تلعب اللي هي عارفاه، تلعب باداء كويس، العب لمنظرك بعدين، اصلا العب على شرفك، لان ده شرف مصر عامه في الاول وفي الاخر في الكوره طبعا. فحاجه ترفيهيه بس مسؤول عن اسعاد شعب كامل، مسؤول عن ان هي تخليك فرحان. فهي انت في محفل عالمي في الاول وفي الاخر، في الكوره بقى في اي حاجه تانية، بس انت في الكوره دلوقتي وفي محفل عالمي. حاول على قد ما تقدر تعمل حاجه لبلدك. عارفين ان انتوا عملتوا انجاز وكل حاجه، بس مستنيين اكتر من كده، مستنيين حاجه احلى من كده، مستنيين ان منتخبنا يتقال عليه احسن منتخب في الدنيا. ليه لا؟ دلوقتي في دور ال 16، يعني انت ان شاء الله لو كسبت الارجنتين هتبقى في دور 8 في ربع نهائي كاس عالم. احسن 8 فرق موجودين في العالم دلوقتي بيتنافسوا في الحته دي اللي وصلوا يعني. فايه اللي فعلا ما نكون من وسطهم؟ ما المغرب في وسطهم، ما النرويج في وسطهم، احنا لا نبقاش في وسطهم. ان شاء الله نبقى في وسطهم، وان شاء الله نعمل اداء يخلي الناس كلها تتكلم علينا بطريقه حلوه، يتكلموا علينا باسلوب جميل.
الناس كلها تشيد بمنتخب مصر زي ما الناس بتشيد بيه بقالهم فتره، واشاده باللعيبه زي مصطفى شوبير ومحمد هاني، وعندك امام عاشور، في اشاده كبيره باللعيبه كلها، حسام عبد المجيد ورامي ربيعه طبعا نجم الماتش اللي فات. فانت بتعمل حاجه قبل ما تكون للمنتخب وللكوره، بتعمل حاجه لنفسك تخلي العالم كله يتكلم عليها، تخلي الناس كلها حاطه في بالها ان انت عامل حاجه كبيره للمنتخب، تخلي الناس فرحانه بيك. فان شاء الله خير، وان شاء الله نفرح بالمنتخب، ان شاء الله نعمل اداء كبير، وان شاء الله نكسب ماتش بكره ونبقى مرتاحين في الماتش وادائنا يبقى كويس. منتخب الارجنتين فني اعلى منك، بس هو بيمر بفتره وحشه مش حلوه، فان شاء الله تكونوا قدها رجاله، وان شاء الله نتبسط كلنا والاحتفالات تملى الشوارع زي ماتش استراليا. وبالك بقى الاحتفالات تبقى عامله ازاي لو انت كسبت الارجنتين وميسي. ان شاء الله خير، ان شاء الله مصر هتكسب وتوصل ربع النهائي.